السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بك يا دكاترة في فيزيو توكس. إن شاء الله في البودكاست ده هنكلمكم عن كلية العلاج الطبيعي. اتفضل يا دكتور عبد الله واحكي لنا تجربتك من أول ما اخترت كلية العلاج الطبيعي. هل أصلا أنت اخترتها عن حب وكده، ولا جت قدامك قدرا وسمعت عنها فدخلت وجربت؟ هو انا اول حاجه لما اتخرجت من الثانويه العامه. كنت بفكر في كليات كتير، والصراحه كليه العلاج الطبيعي ما كانتش منهم. تمام. فكرت مثلا في كليه طب الاسنان. بعد كده غيرت رايي، ما حبيتش الشغل بتاعهم، يعني حبيتش التخصص عشان الشغلانه. حسيت ان انا مش حابب ان انا اقضي حياتي كلها جوه بق العيان، غير كده ان انا اصلا انسان يعني يعني بقرف. فاهمني؟ لان ابص في بق تمام. حد والكلام ده صعب بالنسبه لي. تمام. بعد كده توجهت للطب البشري. قلت ان انا احاول اشوف في الكليه واسمع معلومات عنها، لقيت ما شاء الله الكليه صعبه جدا، بس مع ذلك حبيتها. لكن ما شاء الله طبعا كليات الطب البشري مصاريفها عاليه جدا كدراسه في الكليات الخاصه يعني. مم. فتوجهت لكليه العلاج الطبيعي. وللامانه لما دخلتها ما كنتش مقتنع بيها في الاول، لانه كان كل تفكيري عن العلاج الطبيعي ان هو مجرد مساج. انا اخش ابقى اتخرج ابقى راجل مدلكاتي قد الدنيا يعني. حاولت ان انا قبل كليه العلاج الطبيعي يعني نفسي اغير الفكر ده بس مش قادر. دورت على اليوتيوب، دخلت كده كتبت علاج طبيعي بحيث ان انا اشوف اي دكتور شغال في جلسات. نفسي ان انا كان تصور اللي عندي ان انا نفسي اشتغل شغلانه ابقى انا راجل برنس كده قاعد على المكتب، مريض يخش اتكلم معاه كلمتين واشخصه واكتب له على دواء ويلا اتكل على الله يا حاج ما اشوفش وشك تاني. انت فاهم؟ يعني ده كان التارجت بتاعي. فانا فاكر تمام. اول ما دورت على العلاج الطبيعي طلع لي دكتور قاعد على كوره، اللي هي الكوره الكبيره بتاعت الهوا دي، اللي هي بتاعت الميديسين الثيرابي او بول، الجيم. اه. اه تمام. الميديسين بول. فده قفلني اكتر من الكليه. اللي هو ايه ده؟ لا انا مش عايز القعده دي. انا عايز الكرسي التاني ابو جلد ده والحركات والكلام ده كله. فالامانه كنت من وانا داخل الكليه كنت مقفول منها. فحابب ان انا اصلا اعمل البودكاست ده عشان اغير الفكره السيئه دي عند الطلبه، ونوريهم فعلا العلاج الطبيعي الحقيقي، الجانب الحقيقي من العلاج الطبيعي وتخصصاته وكل الكلام ده. وبرضه حابب اسمع قصتك يعني. اخترت ليه العلاج والله الطبيعي يا يا دكتور احمد؟ دكتور، انا هقول لك. والله يا دكتور، العلاج الطبيعي بالنسبه لي انا كنت عارفه تمام من قبل ما ادخل الكليه. تمام. السبب ان الوالد كان عمل حادث وكده، وكان عمل علاج طبيعي، الف سلام. وكانت رجليه مثلا ما بتنتنيش. الله يسلمك. رجليه مش بتنتني وكده، وعم فاضل فتره كبيره يعمل علاج طبيعي تمام كده، لحد ما رجليه ظبطت وبقى كويس ورجع تاني نورمال، مفيش اي مشكله. فاهمني؟ من ساعتها الوالد حب فكره، ان هو كان مبسوط جدا من دكتور العلاج الطبيعي اللي هو معاه، حلو كده. فكان امم. يقعد يقول لي ايه بقى العلاج الطبيعي، تدخل علاج طبيعي، انت فاهمني. طبعا هو بيقول كده، بس احنا عندنا حاجه تانية اللي هي ايه، اللي هو انت لو جبت مجموع بشري احنا هنستخسر المجموع فهندخلك بشري، فاهم؟ بالظبط. بس لو ما جبتش يبقى هندخلك علاج طبيعي لانه حلو جدا وبتاع. المهم ما علينا من كل ده، مش ده برضو الهدف. انا دخلت علاج طبيعي كده قدرا من عند ربنا، كلية يسرت لي دخولها. كنت ماشي في اكتر من طريق وما كانتش دي هدفي بصراحة، انا كان ليا هدف تاني تماما، وكنت فعلا بتعب عليه جدا طول ال3 سنين بتوع ثانوي، بس ما وصلتش ليه وخلاص. ده كان قدر ربنا، فربنا يسر لي طريق كلية العلاج الطبيعي وانا مشيت فيه تمام كده. الطرق التانية كلها اتقفلت بمعنى كلمة اتقفلت، عارف انت اللي هو رزة. هو بيقول اسمها ايه، رزة وقفل ضبه ولا هي ومفتاح. اتقفلت؟ ضبة ومفتاح. اتقفلت قفلة جامدة، انت فاهم. ايوه. وسبحان الله الطريق بتاع كلية العلاج الطبيعي اصلا كان يعتبر تنسيق كليات وقتها خلص خلاص، اتفتح تاني، اللي هو انت لازم تدخل هنا، فاهم. ايوه. فخلاص دخلت. كانت كل خلفيتي عن العلاج الطبيعي شوية اكسرسايز، حاجة ليها علاقة بالجيم، ذات فور فن. انا اصلا بحب العب رياضة تمام، فتمام يلا بينا. هنعرف اكسرسايز وجيم محترم بقى ومشاريع وبتاع وحلو وجسم حلو والدنيا حلوه، فاهم. يلا بينا يا باشا. الى ان دخلنا الكليه وتفاجأنا بالواقع اللي احنا هنحكيه دلوقتي والحاله اتغيرت تماما. يعني الموضوع موضوع طلع كبير كبير فعلا، والمجال متوسع جدا، وكل سنه في الكليه كانت بتتوسع مداركنا على السنه اللي قبلها. خاصه يعني حتى في البيزك ساينس في اول سنتين ثلاثه في الكليه كنا احنا لسه برضه اللي هو فين شغلنا فين دورنا، لحد ما ايوه. درسنا تخصصات، فاهمني. بعد كده الموضوع فرق جامد يعني. فاحنا هنيجي نوضح للشباب دلوقتي بكل حيادية من قلب الكلية تمام، انت هتعدي بايه طول سنين الكلية دي.
هناخدك من سنه اولى لسنه 5 بكل تخصص، ونفتح مداركك لكل التخصصات، بحيث ان انت لو عرفت تحط لنفسك هدف من دلوقتي وتشتغل عليه يبقى حلو جدا. ما عرفتش تستنى لما تجرب كل تخصص وتشوف نفسك مستريح في ايه وتشتغل فيه. فانا دكتور عبد الله اسيب لك المايك بقى، شوف هتبدا هو بايه. تمام. انت اول حاجه بس قلت كلمه حلوه قوي، انه من الاسباب يعني اللي خليتك تدخل العلاج الطبيعي، او ان والدك يعني يرشح لك العلاج الطبيعي، هو ان هو يتعالج بيه. ودي فعلا صح. حقيقه، ان انت هتلاقي في المجتمع ما حدش فعلا يعرف قيمه العلاج الطبيعي الا اللي احتاجه واللي جربه. تمام. لكن غير كده يعني تلاقي ان هو ما عندوش ادنى معلومه عنه. يعني انا فاكر في مستشفى النساء بسال المريضه بقول لها حضرتك عملت اي علاج طبيعي قبل كده؟ قالت لي يعني ايه علاج طبيعي اصلا؟ يعني انت انتوا فاهم احنا موجودين وصلنا معانا لفين؟ هنا في الكون. فده يتطلب مننا احنا كدكاتره وكطلبه وكخريجين وككل حاجه، ان احنا لا لازم ان احنا نشتغل ونوعي المجتمع عن اهميه العلاج الطبيعي. طيب، برضو احنا عايزك كده تكلمني يا دكتور عن الشغل. يعني انا الصراحه لما انا كنت عايز ابحث عن كليه العلاج الطبيعي ايام سنه اولى، ما كنتش بدور على المواد ولا الكلام ده كله، لان ما كانش ده اهتمامي. لان انا كده كده خلاص انا عارف ان انا طالما دخلت علمي علوم ومتارجت ان انا اخش كليه طبيه، فهي اي كليه طبيه هتبقى المواد صعبه، فده شيء يعني حقيقه مفرغ منها. فانا عايزك قبل ما تكلمني عن المواد، عايز اعرف انا دلوقتي كدكتور علاج طبيعي لما اتخرج هشتغل ازاي؟ هل انا فعلا مجرد مدلكاتي واقعد اتنطط على الميديسين بول والكلام ده، ولا يعني الشغل بتاعنا شكله عامل ازاي؟ طيب خليني الاول انا اتكلم في الموضوع من ناحيه مجال الاورثوبيديك اند سبورتس انجري، عشان انت عارف ان ده تخصصي ودي الحاجه اللي انا ايه يعني ايه بحبها يعني اورثوبيدك؟ هقول لك يعني ما عظام، تخصص مظبوط. العظام واصابات الملاعب. تمام. فانت تمام. عارف ان ايه ده التخصص اللي انا هاويه. يعني احنا اصحاب من زمان، ايوه. وانت اكيد عارف ان انا قرفكم في عيشتكم. يعني ده انا مسمي الجروب اه. بتاعنا العضمجيه، عايزين ايه اكتر من كده؟ انت فاهم. تمام. يعني ذاتس فيفورت فيلد اللي انا بحبه. يعني خلينا نتكلم. ربنا يوفقك يا باشا. بص، اللهم امين يا رب. خليني اقول لك ان انا كان معايا عيانين كنت شغال معاهم من فتره قريبه. كان عيان حصل له مشكله في رجله، تمام، حصل له قطع جزئي في الرباط الصليبي الامامي، تمام كده. تمام. فطبعا هو انت عارف قطع جزئي، فهو لازم يروح لعلاج طبيعي الاول. لما هو راح للجراح، الجراح حوله لعلاج طبيعي، جرب شهر جلسات علاج طبيعي، يعني 12 جلسه. وبعد ايوه. كده نشوف لو اتحسن مع العلاج الطبيعي مفيش عمليه، ولو ما اتحسنش في عمليه. خلينا نقف عند النقطه دي. يعني انا كده دوري ان انا في ايدي ان العيان ده لو اشتغلت معاه صح وكويس افاديه من عمليه ممكن تكلفه 50,000 جنيه مثلا. ده غير ان هو هيفضل مده كبيره جدا بعدها مش عارف يتحرك، ده غير ان هو هيتاهل برضه تاني علاج طبيعي بعدها. فانا ممكن افاديه من كل ده بان انا اعمل له شهر علاج طبيعي محترم، فيشوف ريزلت في الاشعه او يشوف نتيجه تحسن في الاشعه في القطع اللي في الرباط، وبالتالي ما يدخلش العمليه. دي اول حاجه. تمام كده. تمام. العيان ده لما انا شفته، لما انا رحت العياده وشفته، كان هو بالفعل عمل 8 جلسات من ال 12 جلسه. تمام. فكان فاضل له 4 جلسات انا اشتغلتهم معاه. اشتغلنا مع بعض الاربع جلسات. بعد كده راح هو للجراح مره تانية، قال له حلو وفي نتيجه كويسه، اعمل كمان شهر وبعديها هنحدد هتعمل عمليه ولا لا. الشهر ده انا الحمد لله اشتغلت كله مع العيان. يعني الشهر ده العيان ده كان بتاعي، لان هي حاله اورثوبيديك اند سبورتس انجري، فهو تبعي. تمام كده. فانا مسكت الحاله دي. فالحمد لله برضو بعد شهر راح تاني عمل اشعه، راح للجراح قال له كده خلاص مش محتاجين عمليه وبيمشي وزي الفل. هقول لك، وانا ماشي ما معاه في شاء الله. البرنامج التاهيلي، هو كان رجله فيه ورم والحاجات دي طبعا انت عارف بعد الاصابه. هو طالع من العياده اخر حاجه وصلتها معاه ان انا كنت بوقفه على انستيبل سيرفيس، يعني بوقفه على البالانس، حاجه بتتحرك تحت رجله بالرجل اللي تعبانه برجل واحده. ومش بس كده، انا بوقفه عليها وببقى بعيد عنه ماسك كوره عمال احدفها له، هو يمسكها مني يمين وشمال وهو واقف برجل واحده متزن على البالانس ده او الانستيبل سيرفيس اللي في الارض. تمام. تمام. فده ايه؟ ده دورنا كعلاج طبيعي. دي حاله بسيطه من ضمن حالات. لما انا ممكن اكلمك عن حالات تانية كتير، زي مثلا واحد عنده بتر. تمام. واحد عنده بتر وهيركب طرف صناعي، الناس فاكره ان هو بيركب طرف صناعي بيمشي، لا ده ليه تاهيل طبعا. ليه بالظبط. تاهيل وتاهيل كتير كمان، ان انت ازاي يستخدم الطرف الصناعي وازاي يمشي بيه وازاي يتعود عليه، لان دي حاجه مش متعود عليها. ازاي تمام. خليني اتقبله اصلا؟ اكلمك بالظبط وازاي جسمه يتقبله. تمام. دي حاله بسيطه من ضمن حالات العظام، يعني دي من الحالات السهله، انا مش بكلمك في حاجه صعبه.
تمام. ايوه ناهيك بقى لو كانت مثلا حاله كسر، تمام، كسر جامد، كسر مضاعف ولا حاجه. ناهيك لو كان طفل صغير مثلا مش عارف يمشي او عنده عرجه في رجله مثلا، والموضوع كله نتيجه ضعف في العضلات. هقول لك كانت معايا حاله تانية، بنت صغيره عندها مشكله في زوايا مفصل الحوض، تمام كده، وهي ماشيه رجليها بتلف لجوه فبتتكعب، تمام كده. تمام تمام. عشان انت تبقى فاهمني، يعني الحاله اكسسيف انتي فيرجن انجل، تمام. تمام الشباب مالكوش انتوا دعوه بينا دلوقتي، تمام، عشان بس دكتور عبد الله يبقى مجمع انا بتكلم عن ايه. تمام. فالاكسسيف انتي اكسسيف انتي فيرجن انجل، انت فاهم ان رجليها بتقعد تلف لجوه وكده، فاشتغلت معاها برضو شويه. مع الوقت كان المفروض الجراح يقول لها عمليه، لما اشتغلنا معاها شويه اتحسنت، وقال لها مش هنعمل عمليه وكملي علاج طبيعي، تمام كده. ودي بنت صغيره، تمام، طيب عايز وبدات تمشي من اسالك غير ما تتكعبل. اتفضل. عن فرحتك بعد ما يعني، او احساسك بعد ما عالجت سيبك من سواء البنت فرحتي او انا، هقول لك سيبك من فرحتي انا عايز اقول لك ان البنت بعد ما الدكتور قال لها كده، لقيتها جايه العياده وجايبه لنا شوكولاته وبونبوني وحاجات كده، انت فاهم. ما شاء الله. البنت الصغيره، فاهم. فهي تمام. بتبقى الموضوع بيفرق جدا، اللي ما بيحسش فعلا بالموضوع غير مين بقى؟ غير اللي جربه. خليني اقول لك الاصعب من كده حالات الاطفال. ان الاطفال اللي بتولد مثلا عنده سي بي سيريبرال بالسي او عنده شلل دماغي، تمام. وزمايلنا في العلاج الطبيعي متخصصين الاطفال، شوف النتائج اللي بيجيبوها معاه. مفيش حد مم. حاليا ما شافش الفيديوهات مؤخرا على الفيسبوك بتاعه الاطفال اللي ما كانش بيعرف يمشي وهو بيعرف يمشي. ده تخصص من ضمن تخصصات العلاج الطبيعي. يحس بده مين بقى يا دكتور عبد الله؟ الام او الاب اللي شايف ابنه كده، فعارف بالظبط. قيمه الحاجه دي، او عارف قيمه اللي الدكتور العلاج الطبيعي ده بيعمله. عارف ان كل دكاتره الطب بشري مع كامل احترامنا ليهم، ده لا نقصد بيه الاساءه، ولكن ده مش تخصصهم او مش دورهم. عارف ان هم ما عندهمش حل ليه، وحل الطفل ده بس عند العلاج الطبيعي. فاهمني؟ ايوه فدي نقطة، ده مجال شغلنا. وفي أوسع من كده بقى، أنا مش عايز أكلمك عن حالات العناية المركزة اللي بيبقى قاعد نفسه واقع جدا، مجرد ما تعمل له شوية تمارين للنفس واكسرسايز وحاجات خفيفة كده بطريقة معينة متخصصين فيها علاج طبيعي، متخصصين عناية مركزة، ممكن الأكسجين بتاعه يرفع من 89 ل 95. أنت عارف يعني إيه يرفع من 89 ل 95 طبعا. وده ايوه. تخصصك أكيد، أنا مش هتكلم في تخصصك وأنت موجود، أنت فاهم. 92 بعد اذنك بقى طالما تخصصي، بنخليه تمام. 92. اه اصل هو لو ايوه. اصل حتى دي بقى يعني سبحان الله فيها ديتيلز، لان احنا لو مم. رفعناه قوي فوق ال 95 المريض ده هو عايش طول عمره متعود على الاكسجين قليل. لو رفعته لغايه 95 فجاه او فوق ال مم. 95 اللي هو النورمال بالنسبه يتعب. للشخص العادي، يتعب لان هو مم. مش متعود عليه. تمام. وتلاقي انه تمام. حصل عنده مشكله في البي اتش بتاع الدم، وحصل عنده مشاكل كبيره. فعشان كده احنا مم. دايما حتى في الطوارئ لازم بحطه على الجهاز، او ببقى مركب له الاكسجين وانا بديله الاكسجين سبلاي، بوصله بس لغايه حوالي 92. ما ينفعش ان انا ازود اكتر من كده. تمام. 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 انت طيب انا ادرى كده بقى فهمت. بالحاجات دي مني. عامه انا المعلومه دي حتى لما عرفتها يعني كان سبحان الله انه فعلا الموضوع مش مجرد ان انا عرفت لي معلومتين وبصمجتهم وخلاص عمال اطبقهم على كل عيان. عامه عشان برضو نبقى صادقين، في دكاتره علاج طبيعي او مش دكاتره بقى، ما في تقولش شباب من دكاتره، علاج اه طبيعي بالظبط. بيتخرجوا فعلا بيبقى كل شغله مساج ويقعد يعمل جلسات ريكفري وحجامه. يعني انا عايز اقول لكم، انا واحد من الناس ما بحبش اعمل جلسات حجامه لحد الا لحبايبي يعني كده فور فري. ليه؟ لان انا معترض ان دي تبقى ده البوزيشن بتاع دكتور العلاج الطبيعي. تمام. فانا بكره ده، ولا اقصد الاساءه طبعا للناس اللي بتعمل جلسات حجامه، هم حرين كل واحد ليه دماغه. تمام. لكن انا الموضوع ده عندي حساس شويه. ففعلا اللي عايز اقوله انه لا، العلاج الطبيعي اكبر بكتير من ان هو مجرد شويه كاسات حجامه على شويه مساج والكلام ده كله. لا. ده حتى عامه يعني ما يعتبرش جزء حتى من العلاج الطبيعي. يعني عمرنا ما خدنا راوند باشا، حجامه يعني يعني وانا عايز اقول لك على حاجه، صلي على النبي، انا عايز اقول عليه لك، الصلاه مش والسلام. احنا بنعرف نعمل حجامه؟ انا لو جالي حد يقول لي اعمل لي حجامه، بالفعل فعلا. انا جالي قلت لهم مش هعمل لك حجامه تشريطيه، انا ما بشرطش. طب ليه؟ قلت له انا ممكن اعمل لك حاجه كده في الريكفري، وهو لانه صاحبي وحبيبي فانا مش راضي ازعله. بس انا عايز اقول لك ان الموضوع ده تخصص طب صيني، فمحتاجه حد درس عشان يعرف يعمله. حتى مش مجرد ان انت رحت اخدت كورس يومين ثلاثه، الاقيك تاني يوم عامل لي بوست على الفيسبوك، دكتور فلاني الفلاني والحجامه سنه نبويه ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا عليه الصلاه نعمل. والسلام. انت فاهم؟ كده كده يعني احاديث النبي صلى الله عليه وسلم مصدقه،
تمام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايوه. قال خير ما تداويتم به الحجامه، فتمام احنا كده كده مصدق ده. بس انت في حته مش واخد بالك منها، انت في طريقه وفي علم قامت عليه ده، محتاج تكون عارفه، محتاج تكون عارف النقط، محتاج تكون عارف ازاي اتعامل مع العيانين يعني هل مثلا لو حد عنده سكر ينفع نعمل له حجامه ولا لا؟ لو حد عنده كانسر ينفع نعمل له حجامه ولا لا؟ لو حد لا ضغطه طبعا. واطي ينفع نعمل له حجامه ولا لا؟ المتخصصين احنا نقول لا، بس المتخصصين قال لك بتاع الكانسر ما ينفعش، تمام كده، قال لك بتاع السكر ينفع بس التشريط بطريقه معينه غير التشريط العادي، تمام كده. ايوه. حاجات كتير. طيب اسالك سؤال تاني، مين بيجي له عيان يعمل حجامه وبيساله انت ايه الادويه اللي انت بتاخدها، تقول لي انا ايه علاقتي بالادويه؟ يقول لك افرض بياخد اسبرين، والاسبرين ايوه. ده بيعمل سيوله في الدم، فهو لو واخد اسبرين قبل ما يجي لك او على الاقل قبلها بيوم، انت اول ما تشرط هيحصل نزيف، انت مش هتلاحق على الدم اللي هينزل من العيان. مين فينا بيسال لو العيان؟ انت عارف المشكله في ايه؟ هو لما يلاقي الدم عمال ينزل، ايوه الشغل. هو الشغل يفتكر ان بالظبط. الكاس شايف الكاس مليان قد ايه. ودي فعلا حاجه غلط، بس دي ممكن نعملها بودكاست لوحده، ان الناس تقيم مدى نجاح الجلسه بكميه الدم اللي ينزل. ده كده كده انا يعني عايز اكمل لك، تمام. ايوه. دي نقطة تانية، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لك عليه ايه؟ الصلاه والسلام. قال لك شرطة محجل او محجن، حاجة زي كده، المهم ان هو قال شرطة. انت عارف مقصود بيها ايه؟ مقصود بان انت بتلمس البوينت اللي انت بتعمل عليها حجامة لمسة عشان تعمل لها ستيميليشن، عشان تحفزها، مش عشان انا ايوه. اطلع دم. يعني الحجامة مش شرط نطلع فيها دم، ومش شرط نطلع دم كتير، فاهم النقطة دي؟ يعني ايوه. هو ممكن يتحسن من غير ما نطلع دم عادي. والدليل على كده ان في حجامه جاف، الدراي كابينج، تمام. بس في هو بلاوي في للاسف، الحجامه. اه هو في للاسف بلاوي، عامه احنا كده البودكاست. انا معاك في الكلام اللي انت بتقوله. لكن كده كده الحجامه الجافه اغلب الناس مش مقتنع بيها. لو عملت حجامه لحد وما نزلتش منه، لو ما عورتوش بقى ونزلت منه دم كتير، هيعتقد انك دكتور فاشل وما عرفتش تعمل له حجامه صح. وحتى هو مش هيتحسن لسبب ان هو نفسيا مش مقتنع. لان طبعا يا شباب هندرس انه العامل النفسي مهم جدا. وبرضه من الحاجات الحلوه اللي احنا عايزين نقولها حتى في علاج المرضى، ان موضوع علاج المرضى مش مجرد ان انا اتعلمت شويه علوم في الجامعه وطلعت طبقتها، لا. يعني في حاجات مهمه للاسف الطلبه بتغفل عنها في كل الكليات الطبيه. مثلا ماده زي الايثكس، الاخلاقيات. الماده دي مهمه جدا ومظلومه جدا. مهمه جدا لان هي بتفرق دكتور عن دكتور. انا لو واحد عرفت اتعامل مع المريض صح، تمام، المريض ده هيتحسن بنسبه كبيره. لان هو نفسيا هيبقى حبيبني. انا عايز اقول لك على حاجه، انا مره كنت بحلق، فالحلاق عارف ان انا دكتور، فبيقول لي انا ظهري بيوجعني قوي مش عارف ايه. فقلت له شويه حاجات كده من لوبك بين، هو كده كده غالبا ميكانيكال، لان هو عمال ايه يعني الوضعيات البوزيشنز اللي هو واقف بيها غلط يعني. فقال لي تمام. ما انا رحت للدكتور وقال لي نفس الكلام. قلت له اتحسنت؟ قال لي الحمد لله اتحسنت. بس بعد فتره رجع ظهري يوجعني تاني. قلت له ما اكيد عشان انت بطلت يعني تحط بقى الكمادات الساقعه والسخنه والكلام ده. قال لي لا انا اصلا ما سمعتش كلامه. قلت له امال عملت ايه؟ قال لي انا بس اول ما رحت له كده وشفته انا ارتحت لوحدي والوجع راح لوحده، وبعد كده بعدها باسبوع ولا نفسيا حاجه الوجع رجع تاني. تمام. ودي تروح له نقطه مهمه، تاني. ان فعلا قصه البين ده موضوع كبير. وانه فعلا انت ممكن من الحاجات اللي احنا بنشتغل بيها عشان نقلل الالم اللي المريض بيحس بيه. من اول الحاجات اللي اتعلمناها ايه؟ الاشورنس، ان انا اطمن العيان، وان انا اسمايل، ان انا اضحك في وش العيان، ان العيان يطمن لي كدكتور ويثق فيا. تمام. دي من الحاجات اللي ممكن تخفف العيان من غير ما المسه. انا لسه ما لمستوش، وتلاقي العيان خف مثلا بنسبه 50%، او لو هو حاله يعني خفيفه زي يعني صديقي كريم اللي كان بيحلق لي خف بنسبه 100% الفتره. تمام. فيعني في حاجات كتير قوي للاسف الناس بتتجاهلها، موضوع الاخلاقيات. وفعلا وده اللي بقى تشوف مثلا على الفيسبوك بوست مريض ضرب دكتور في الاستقبال. طب هو ضربه ليه؟ انا ما كنتش اعرف ليه لغايه اما في مره تعبت ورحت المستشفى واحتجت ان انا اخش الطوارئ. عرفت بقى ليه. انا كان نفسي فعلا اخش على الدكتور اللي جوه ده افتح دماغه نصين. الدكاتره مستفزين جدا يا جلال، يعني لدرجه ان هو فعلا يعصبوه. وبعدين تحس الدكتور ما عندوش حاجه جوه، يعني هو ما عندوش ضغط حالات، بس هو بطيء جدا وبيتعامل مع العيان ببرود وباسلوب وحش يعني. وده كمان انا كنت في مستشفى خاصه، يعني انا عارف ان انا لو كنت في مستشفى حكومي الموضوع كان هيبقى يعني قصه تانية خالص. لكن يعني فدي حاجه دعوه للدكاتره اللي هم لسه داخلين سنه اولى دلوقتي، اهتموا بموضوع ان انت ازاي تعامل المريض ده كويس قوي.
تمام. انا عارف ان الماده بساعه، ماده الايثكس او البروفيشنال بيهيفير او الاخلاقيات او ايا كان اسمها، لكن الماده مهمه جدا وهتتعلموا فيها حاجات مهمه، ودي اللي هتفرق دكتور من دكتور في مساله التعامل مع المرضى. اظن احنا الجزء بتاع الكلينيك انه دكتور العلاج الطبيعي ده بيشتغل ازاي بعد كده احنا وفيناه بنسبه كبيره وقلنا لكم حالات كتير. ندخل بقى يا دكتور احمد على الدراسه. احنا دلوقتي كليه علاج طبيعي عارفين ان هي 5 سنين صح؟ صح. قسم لي بقى ال5 سنين دول ايه يعني، بندرس فيهم ايه يعني سريعا كده عشان ما نطولش على الشباب. نقسم الخمس سنين الدراسة الأكاديمية هنقسمهم لجزئين. جزء هندرس فيه تخصصات، وجزء هندرس فيه بيزك ساينس يعني علوم أساسية. جزء البيزك ساينس ده في الأغلب بتدرس فيه كل المواد اللي تأهلك إن أنت تكون دكتور واللي تأهلك إن أنت تعرف تدرس تخصصات. تمام كده. ندخل في السنة الثالثة، تبدأ في الراوندات. عندنا كام راوند؟ راوند يعني ايه تخصص. راوند اصلا؟ ايوه ما راوند يعني تخصص. تمام. تبدأ مثلا تلاقي تخصص الباطنة والصدر. تمام كده. او تخصص القلب. احنا نسينا نتكلم ان بتاع العلاج الطبيعي عندنا تخصص كامل كاردياك ريهاب، تأهيل عيانين جراحات القلب او امراض القلب، بس ده تخصص. حتى تجهيز العيادة دي بيبقى مختلف تماما عن اي عيادة علاج طبيعي تاني، اللي هو يكون فيها كاردياك ريهاب يونت. تمام. فده تخصص من ضمن التخصصات. فخلينا نقول ان البطنة والقلب دول بيدرسوا مع بعض. تمام. تاني راوند ممكن تاخده على حسب بقى جامعتك، يعني ترتيب الراوندات يا شباب ممكن يختلف، ولكن هم دول اساسيين هتاخدهم، بس ممكن ناس تاخدهم في ثالثه في رابعه هكذا. راوند النساء، دور العلاج الطبيعي مع النساء، وده نتوسع فيه في بودكاست لوحده. دور العلاج ان شاء الطبيعي الله. مع العظام واصابات الملاعب، وده حوار يعني لوحده برضه. يعني انا ده ممكن نفرده في بودكاستين 2 مش بودكاست واحد، لان طب دول اشمعنى ما جواهم قلتش على البطن تفريعات. حوار؟ لا 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 ما ما ده كده. اسمحلكش. اشمعنى البطن؟ ده باشا تحيز. كده البطن حوار، بس انا بتحيز للمجال بتاعي، انت فاهم. ماشي يا عم. خلينا نقول لا، ده حوار وده حوار، بس انت عارف انا بتكلم على المنتشر اكتر. احنا برضه ايوه هنعرفهم ايه اللي منتشر وايه اللي مش منتشر. فالمنتشر اكتر ان العظام واصابات الملاعب، وانت عارف ان جواهم تخصصات كتير جدا. ايوه. تمام. نطلع منهم ندخل على النيورو، امراض الاعصاب بقى، ودي قصه برضه. تمام. وهو منتشر وحالاته كتير. تمام. ونطلع من النيورو على الاطفال، ومن الاطفال على الجراحه والحروق. تمام كده، اللي هي الجلديه والجراحه والحروق. ده كده ايه 6 تخصصات. تمام. معلش يا مين دكتور اللي احمد، اتفضل. معلش لو اقطعك سؤال. لا يا يعني حبيبي ولا دلوقتي يهمك. اي حد بيسمعنا هيستغرب جدا، ازاي علاج طبيعي وجراحه في جمله واحده؟ يعني ازاي ابقى انا دكتور علاج طبيعي تخصص جراحه؟ هل انا هخش عمليات وابقى واعمل لا عمليات لا وكده لا، يعني ولا ايه؟ بنأهل بعد العمليات الجراحيه وقبل العمليات الجراحيه. تمام. والناس اللي بيبقى مثلا واحد يا دكتور عبد الله حصل له حرق، الحرق ده نتج عنه ايوه ايه؟ تآكل في الأنسجة والعضلات، لو على حسب درجة الحرق طبعا. طب ما الراجل ده ايوه محتاجين يرجع تاني يبني الأنسجة ويرجع يستخدم ايده. على سبيل المثال لواحد لو ايده اتحرقت محتاج يرجع تاني يحاول يستخدم ايده، يمسك بيها معلقة، يمسك بيها كوباية، يستخدمها، يسرح شعره، كل الحاجات دي. فده العلاج الطبيعي اللي مسؤول ان هو يرجعه. تمام كده. ايوه. ده دورنا فيها، انما مش بنمسك مشرط ومش بنعمل عمليات جراحيه. العلاج الطبيعي هاند اون تكنيكس، اغلب شغلنا بايدينا. ايدك هي سماعتك كده زي الدكتور. يعني الدكتور مثلا بتاع الكارديولوجي بتاع القلب يعني بيكون معاه سماعه. تمام. اساسي اعتقد عندكم السماعه دكتور عبد الله في البطن. المهم ده كده يعني على كده. قد معرفتي. اه. تمام. فانا في العلاج الطبيعي مثلا ايدي هي الاساس، وحزام موليجان طبعا يعني جنبي هنا 2 اهو. اه. تمام. تمام كده. فدي التخصصات. خلينا نقسمهم ان انا عندي 3 تخصصات شائعين جدا في مصر، ودول المنتشرين واغلب الشغل فيهم. و3 تخصصات مش شائعين جدا في مصر ولكن شغلهم بره مصر كويس. اللي بره مصر شغله كويس او اللي مش منتشر في مصر البطنه، بطنه البطنه والقلب. منتشره، ده منتشره عامه. مؤخرا. انتشرت بس بالذات في ملهاش فتره عيادات. الكورونا. الكورونا ما كده كده اصل بص، تخصص البطنه يا شباب احنا شغلنا مستشفى، يعني في الاغلب. اصل عناية. البطنه دي مش حاجه، البطنه دي مش حاجه واحده. البطنه فيها سب سبيشاليتيز، تخصصات فرعيه منها، زي ما انت ذكرت من شويه تخصص القلب اللي هو تاهيل الكاردياك ريهاب او المرضى اللي عاملين مثلا عمليات في القلب او عندهم مشاكل في القلب. في تخصص عنايه مركزه ان انا اشتغل بس مع المريض اللي نايم جوه العنايه المركزه ده. تمام. فاحنا شغلنا يعني اتسلط عليه الضوء بالذات مع مرضى الكورونا، كانش قدامهم حل غيرنا. مريض الكورونا مش عارف ياخد نفسه، طب
نديله ادويه مش جايبه معاه. طب مين اللي هيعرف ان هو يشتغل معاه او يخلي المريض ده يقدر ان هو يعرف ياخد نفسه تاني ويحسن من نسبه الاكسجين؟ كان دكتور العلاج الطبيعي. تمام. نفس الكلام مع مرضى الاي سي يو. انا بحمي مريض الاي سي يو من ان هو يحصل له مشاكل كتير جدا زي قرح الفراش، ان هو لما ربنا يعني يمن عليه بالشفاء ويطلع من العنايه يطلع وهو عضلاته كلها سليمه. يعني احنا برضو بنشتغل شغل شويه زي الاورثو باسيف واكتيف موفمنت، نقعد نحرك المريض والكلام ده كله. وخلي بالكم برضو تخصصات العلاج الطبيعي كبيره بس خلي بالكم دايما في رابط ما بينهم. يعني مفيش مثلا دكتور باطنه علاج طبيعي يقول لك انا مش محتاج الاورثو، ولا دكتور اورثو يقول لك لا انا مش محتاج مثلا النيورو. لا، هو كله مبني على بعضه، بس طبعا كل تخصص ليه الدنيا بتاعته يعني. لكن هتلاقوا في دايما في لينك كده او رابط ما بين كل التخصصات. يعني تخصص النساء انا حسيت ان 3/4 اورثو اساسا. انت فاهمني؟ يعني الفروقات بسيطه قوي. طيب احنا دلوقتي بالظبط. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن التخصصات، عن البيزك ساينس. البيزك ساينس طبعا يعني الدنيا كلها اتكلمت عليهم يعني، ودي طب نكمل لهم نكمل لهم ليه؟ التقسيم عشان ما نسيبهمش كده، نسينا نكمل لهم التقسيم. خلينا يا نقول باشا براحتك يا البطنه باشا. والنساء والجروح والحروق. الجراحه والحروق دول مش منتشرين قوي في مصر، بس يعني البطنه بدأ يبقى متسلط عليها الضوء. تمام. خلينا نقول اكتر حاجه منتشره بقى في مصر في العيادات اعصاب واطفال واورثوبيديك اند سبورتس انجري. ده كده ايه التخصصات. اتفضل يا باشا. تمام مظبوط. طيب نتكلم بقى على موضوع مهم بالنسبه للطلبه بعد ما عرفوا الدراسه عامله ازاي والشغل عامل ازاي. مهم الفلوس. يعني انا كنت داخل علاج طبيعي قلت الجلسه عامله مش عارف، عندنا هنا في القاهره اقل جلسه 400 ل 500 جنيه، ولو برايفت الاصول يعني تبقى في حدود ال 1000 جنيه، بغض النظر عن شويه الاسعار اللي بنشوفها اليومين اللي فاتوا دول على بعض الصفحات يعني. لكن ده الاصول يعني. فعايزك تكلمنا عن المرتبات عامله ازاي، لانه دايما انا يعني عايز ادي للطلبه فاكسين. بس قول لهم انت الاول رايك في موضوع المرتبات. 2000 جنيه وجبه. ايه 2000 جنيه وجبه. هقول لك على حاجه، صلي على النبي. انا هقول لك انا هكلمك بجد والله، نقلا عن زميلي. تمام. جو، انت عارف يوسف، ما هو زميلنا احنا الاثنين. ايوه. لما كان بيسأل حد على المرتب، كان حد لسه طالع من الامتياز هيشتغل، فكان قال له ايه؟ قال له انا داخل المستشفى على 3000 جنيه، بيشتغل 3 ايام في الاسبوع 8 ساعات في اليوم، يعني تمام. حوالي 14 يوم في الشهر، فمرتبه 3000 جنيه. خلينا نقول اقصى مرتب هيوصل له بعد شويه هيبقى حوالي 6000 جنيه. طب بتاع العلاج الطبيعي بيحسبها ازاي؟ ان انا هشتغل 3 ايام في مركز هاخد منه 6000 جنيه، و3 ايام في مركز تاني 6000 جنيه. اصبح ان انا طول الشهر بشتغل 6 ايام في الاسبوع باخد 12000 جنيه. ممكن بقى ربنا يكرم يجي لي حاله برايفت من هنا من هنا من هنا، ممكن اوصل ل 15. انا جامد قوي يعني وتنين قوي، ممكن هشتغل الشيفت بتاعي ب 10000 جنيه، بشتغل في مكانين هوصل ل 20000 جنيه. خلينا اقول ان الرزق ده بتاع ربنا، وكل ما كنت مجتهد وشاطر كل ما البادجت بتاعتك عليت، كل ما سعرك علي. انا عايز اقول حته تانية يا دكتور عبد الله. دلوقتي العلاج الطبيعي كتير جدا وعلى قفا من يشيل، انا اسف. يعني انا مثلا كواحد محتاج دكتور علاج طبيعي. تمام. انا قدامي، انا قلت مثلا هدفع 100 جنيه في الجلسه، انت ما قبلتش لان انت عاطي كومن لنفسك، صح كده؟ في غيرك بيقبل، صح كده؟ مظبوط. خلاص، بس انا خليني اقول لك على حاجه. انت برضو لما بتبقى كل ما قيمتك عليت وكل ما كنت متمكن من العلم ده وسمعتك حلوه في المجال ده، انت بتحط السعر اللي انت عايزه وانت اللي بتتحكم فيه، صح كده؟ مظبوط. يعني على سبيل المثال، انا مش عايز ادي امثله باسماء، بس في مراكز علاج طبيعي في القاهره بيعمل الجلسه ب 1000 جنيه والناس بتروح له. ليه؟ لان الدكتور اللي فيه فلان الفلاني الاستاذ الجامعي، صح كده؟ مظبوط. وحتى عامه مش شرط تبقى استاذ جامعي. في انا وانت عارفين ناس اصغر من كده، تمام، وما شاء الله محققين نجاحات كبيره. ليه؟ عشان هو اشتغل على نفسه، ذاكر كويس، بقى مميز. فكده كده الشخص اللي اشتغل على نفسه في الكليه وميز نفسه هيبقى مميز في الراتب. تمام. ما انا خليني بس اقول له حاجه تانية، عشان ما هو فاكر مثلا ان انا هطلع بعرف اعمل شويه حاجات بايدي وانا دارس وانا ففاكر ان هو حق على الناس ان انت اول ما تطلع من الكليه نشغلك ونديك مرتب 50000 جنيه في الشهر عشان تتجوز وتركب عربيه وتتفسح وتجيب ايفون. هو فاكر ان ده حق على الناس ان ده يحصل. حبيبي انا هعمل معاك كده ليه؟
في حاله ان انت لم تتميز بشيء، انت ما قدمتليش حاجه اعمل تخليني اجي لك اصلا، فاهم دي؟ انت طالع بيتخرج معاك 30 40 الف واحد كل سنه، انت مميز عنهم في ايه؟ ايه اللي يفرقك عن ال 30 40 الف واحد دول؟ خليني اقول على نقطه تانية، الناس اللي بتطلع تشتغل كل التخصصات، بالمناسبه كل اللي انا قلتها لكم ده، في ناس بتطلع تشتغل كل حاجه في كل حاجه، عك يعني لا مش عارف اقول ايه بصراحه، بس بيطلعوا يشتغلوا كل حاجه، وهو في كل حاجه ما يعرفش غير اي بي سي منها. ما هو خلاص بقى، ما احنا بنعك، انا هاخد حاجتين ثلاثه من كل راوند، ثبت طريقه شغل، اي عام بيدخل لي بعملهم له، خلصت على كده، هدفي ايه؟ اجمع فلوس. في ناس تانية يا دكتور عبد الله انت عارف ان هو متخصص. هديك مثال، عندنا في الاورثوبيديك اند السبورتس انجري، تمام، الناس اللي بتتخصص عمود فقري، تمام كده، ده متخصص عمود فقري بس، تلاقي الناس بتروح له من اخر الدنيا. ناهيك عن تخصص العمود الفقري، ناس متخصصه حاله اسمها سباينا بيفيدا جوه الاطفال، مشكله في العمود الفقري عند الاطفال. في واحد كان كاتب بوست انا قريته ان هو متخصص حالات سباينا بيفيدا، بيجي له الناس من بره مصر ما شاء الله. عشان هو متخصص في الحته دي بس. اللي عايز اقوله، كل ما تخصصت، كل ما اشتغلت على نفسك، كل ما ركزت في حته واحده، كل ما تميزت وبقى سعرك عالي. كل ما بقيت بتاع كله، كل ما الزمن هيجي عليك وهترخص قوي ومش هتعرف توصل لاي حاجه. انت ممكن تبدا بتاع كله في الاول عشان تعرف انت بتحب ايه بس. تمام يعني، انا من رايي عشان ما نبقاش يخلص برضو قاسيين على الكليه. الطلبه. لا، يخلص الكليه يكون محدد هو هيشتغل في ايه. هو معاه سنه امتياز، سنه الامتياز دي هيعدي بيها في كل التخصصات. خلص امتياز ويقرر انا هشتغل ايه. اشتغل حته واحده بس، اشتغل اورسو، اشتغل نيورو بس، خلاص كده، فاهمني؟ ده الافضل. كل ما الانسان تمام. تخصص، كل ما بقى الريت بتاعه عالي، كل ما بقى الطلب عليه اعلى. انا هقول لك على حاجه، جالي حاله، كانت جالنا حاله في العياده، تمام، العياده دي اللي انا شغال فيها يعني، فجالنا حاله، فالحاله دي جايه بشولدر، عنده مشكله في الشولدر، اشتغل تمام. معانا شويه، بعد كده راح تاني للجراح، قال له انت مش هينفع تكمل في المركز اللي انت فيه. ليه؟ قال له انت محتاج تروح لاستشاري علاج طبيعي كتف. تاني، استشاري علاج طبيعي كتف. استشاري علاج طبيعي كتف يعني راجل عامل ماجستير في الكتف، عامل دكتوراه في الكتف، يعني تقريبا قضى من عمره 15 سنة بيدرس بس في الكتف، في جزء الكتف ده بيدرس فيه بس 15 سنة، وعلاج طبيعي، فاهمني؟ ايوه. ده ليه؟ لان احنا لسه مش سبيشالايزد، محدش فينا تخصص قوي، احنا اخترنا اورسو بس لسه شغالين على نفسنا. انت اخترت. واكيد الاستشاري انا اخترت، ماشي، واكيد الاستشاري ادرى مننا بحاجات كتير، فاهم؟ اكيد ايوه. فانا بقول لك النقطه اهو. طب الاستشاري ده فين؟ في بلد غير البلد، والراجل مضطر يروح له، خلصت. وبياخد كام في الجلسه؟ هتلاقيه بياخد قد كده، ما هو استشاري. ايوه. المشكله ان الناس بتستعجل، بس هو بيستعجل في الفلوس في الاول. لذلك انا نصيحتي لاي شاب دلوقتي في الكليه، اتعلم يا ابن الناس اي مهاره تدخل منها دخل جنب الكليه، عشان طريقنا في التعليم طويل، لحد ما تقف كده على رجلك واحده واحده ويبقى ليك قدر في مجالك. تعلم بقى مونتاج، تبقى كونتنت كرييتور، تمام، تتعلم اسمها الميديا باير دي، ولا اعلانات فيسبوك، وتبقى تعمل سبونسر ممكن للاعلانات وكده. ممكن نبقى نظبط تتعلم. لهم حلقه كامله عن الموضوع ده، تشتغلي في اه الكليه ان ماشي، نعمل لهم شاء بودكاست، الله. حاجات يشتغلها لما تشتغل يا باشا. بقول لك ايه، فاكر الشيخ حازم شومان كان بيحكي في قصه في فيديو من الفيديوهات بتاعته، قال لك كان دي واحد قريبه تقريبا، كان هو حاليا استاذ جامعه وكان بيشتغل في الكليه وهو في كليه طب بشري، كان ايوه. بيشتغل صبي مبلط، او الشيخ مش فاكر مين من سمير المشايخ، مصطفى، بس ما الشيخ سمير علينا. مصطفى. اه بالظبط. فكان بيقول لك بيشتغل صبي مبلط. يعني ايه صبي مبلط؟ يعني الراجل الصنايعي اللي بيبلط السيراميك هو بيشتغل مساعد ليه. ما تشتغل يا باشا اي حاجه، انت فاهم؟ ما تقعدش في البيت، انزل الاجازه اشتغل، اشتغل اي شغلانه. تقول لي انا دكتور وعيب، ما بلاش العجرفه. ايه دكتور يا عم وبتشتغل وبتبني على نفسك؟ انت احسن من ناس كتير، انت فاهم؟ اصل انت لازم تمام. هتشتغل لحد ما تبني نفسك. والله اشتغلت شغلانه اونلاين كان بها، نزلت اشتغلت في اي شغلانه تانية كان بها، وما تتكسفش من ده. انت في يوم من الايام هنفتخر بحاجه زي دي، وعيالك هيفتخروا بيها، ان انا والله ده انا والدي مثلا دكتور، وهو صغير
كان شغال في سوبر ماركت عادي، ايه اللي فيها؟ هي دي حاجه. انا هسالك سؤال يا دكتور عبد الله، لو والدك ايوه. انت هتتكسف تقول كده، ولا هتبقى بتقولها وانت فخور بحاجه زي دي، ان والدك ده كان حد مجتهد وبنى نفسه من الصفر؟ لا عادي، انا والدي كده كده كان شغال من هو طالب، اشتغل في طيب مشاريع خلاص، كتير وكده. بالظبط، وانا والدي نفس الحكايه. تمام، كل فانت عامة هتلاقي بتتكلم كل الابهات اللي بيسمعونا كده، يعني احنا تقريبا اه. احنا الجيل على الممرقع فكره، يعني. وان كان هم على بوزيشنز، يعني هم مثلا هم مش عارفين ان والد حضرتك مهندس، انت فاهم، ايوه مهندس وكان بيشتغل، تمام، ومش لازم يعرفوا ان والدي بيشتغل ايه. تمام. تمام، فمهندس، بس انا قصدي اقول ان كل واحد فيهم وصل لبوزيشن عالي بعد كده، تمام، وهو كان بيشتغل شغلانه عاديه في الاول، مش عيب. تمام. طيب انا اللي برضو بعد. حابب اتكلم في نقطة مهمة، والرأي بقى ايه اللي بعده بقى. قول رايك. دلوقتي لان دي من المشاكل اللي انا لاحظتها في الكلية. انا تقريبا في سنة ثالثة الترم الثاني بدأت ان انا ابص على سوق العمل واشوف الدنيا فيه ماشية ازاي كفضول. لما دخلت اكتئبت، وطبعا كل الدكاترة الكبار احنا مرتباتنا وحشة، احنا بينا وعلينا. لكن الحقيقة لما يعني حاولت ان انا ابص للموضوع بشكل اوسع، هل فعلا رواتب العلاج الطبيعي في مصر قليله ولا لا؟ لقيت انه فعلا رواتب العلاج الطبيعي في مصر قليله، بس مش انا لوحدي اللي قليل، يعني ما هو كل الرواتب في مصر يعني بتاع بشري هو اللي بيقبض بالدولار يعني. يعني ما مثلا. احنا كلنا تحت. تمام. فده برضو مهم للطلبه. يعني انا دلوقتي لو واحد جه قاعد يقنعك انه علاج طبيعي رواتبها قليله، طب هتعمل ايه؟ يعني ايه الاوبشن التاني اللي قدامك؟ هتخش ايه؟ هندسه برضو رواتبهم قليله. مفيش اي خريج بيتخرج من اي كليه بيقبض راتب عدل. ليه؟ لان انت بتبقى زيرو خبره، ده طبيعي، الا ان انت تميز نفسك زي ما قلنا. فدي بس سريعا كده، اي حد يجي يضحك عليك ويقول لك رواتبنا قليله وبينا وعلينا، قول له ماشي يا سيدي انا موافق. تمام. لانه كل مصر كده، واي خريج كده، وابهاتنا نفسهم. ابويا اول ما اتخرج في سنه حاجه و90 كان راتبه 200 جنيه في الشهر. كانت ال 200 جنيه برضو ايامها مش حاجه، يعني ما تكفيش شهر كامل. انا عارف دايما يعني الفكره انه زمان كانت الفلوس ليها قيمه وكل حاجه، بس مش للدرجه دي يعني. ف 200 جنيه كانت برضو ولا ايوه. حاجه. فده اللي انا حابب انوه ليه. اي خريج يا شباب في اي دوله في العالم رواتبه قليله، حتى في الخليج. في الخليج رواتب الخريجين قليله جدا. تلاقي مثلا واحد بيقبض 4000 ريال او 4000 درهم في الشهر، مش هيعملوا لك حاجه. ما حدش يروح يحول ال 4000 لجنيه، هيلاقيهم حوالي 50000. اصل تمام. انت انت ال هتصرفهم 4000، بره. اصل ال 4000 دول اول حاجه 2000 هيصيروا ايجار، 1000 مواصلات، يعني احتمال و1000 اكل. ما حوشتش حاجه، ممكن تستلف كمان. فهو عشان نبقى فاهمين كده ومتفقين مع بعض، اي خريج في اي حته في الدنيا راتبه قليل، فما تخليش حد يضحك عليك. تمام. لان انا اكتر حاجه مضايقاني الشباب الكبار اللي بيضحكوا على الشباب الصغيرين ويحاولوا ان هم يقفلوا الدنيا في وشهم، يقول لك ايه عشان نفضي الدنيا شويه. يعني الصراحه دي من اكتر الحاجات اللي بتستفزني يعني. طيب احنا تقريبا غطينا كل حاجه. فاضل اخر موضوع نتناوله سريعا. هل العلاج الطبيعي مناسب للبنات؟ و يعني خلينا قبل ما نقول بنات، موضوع البنات هل هو مرهق ولا لا؟ وهل مناسب للبنات؟ قول لي كده. هو مناسب للبنات طبعا. ليه مش بقى؟ من قلبك يا خلينا دكتور نتفق. احمد؟ ليه بس؟ لا 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 لا، ده لازم. بص اقول لك، مفيش حاجه اسمها مناسب للبنات ولا لا. خلينا نتفق على قاعده. انا كاحمد لو جيت اودي مراتي تعمل علاج طبيعي، فانا مؤكد وش هوديها لدكتوره، مش هوديها لدكتور. تمام. تمام. فدكتور عبد الله لما تيجي تقول لي ان مفيش دكاتره فيميل في المجال، طيب ازاي؟ كل مجال لازم يبقى فيه ده وفيه ده، عشان الرجاله يتعاملوا مع الرجاله والسيدات يتعاملوا مع السيدات. تمام. تمام. النقطه الثانيه، عندنا تخصص نساء، مين يشتغل فيه؟ الرجاله. احنا اللي هنمسك الست الحامل نعمل لها تمارين، ولا تبقى في واحده ست زيها هي اللي بتعمل معاها الاكسرسايز؟ فاهمني؟ ايوه ايوه. انت عارف ان الشغل بتاعنا فيه كونتاكت جامد قوي، وفي حالات بتتطلب ان يحصل بيني كونتاكت وبين العيان لدرجه ان انا ممكن ابقى حاضنه. فهل انا ينفع اعمل كونتاكت، الكونتاكت ده او البوزيشن ده ينفع يحصل مع تلامس ده واحده يعني؟ ست؟ لا اه طبعا. ينفع يحصل مع واحده ست، اكيد ما ينفعش. فاهمني؟ ده طبعا حد هيقول لي ليه وبتاع، ده العلاج الطبيعي اجهزه، ده اللي انت شفته يا حبيب قلبي. احنا بنتكلم بقى على الشغل بتاعنا والمانيوال العلاج الطبيعي ثيرابي اللي بجد. والتكنيكس. العلاج الطبيعي اللي بجد بيحصل فيه كونتاكت جامد قوي. انا فاكر كان في عيان عندي كنت بعمل له تاني للركبه، فانا كنت ببقى نايم فوقيه، نايم فوقيه حرفيا، انت فاهم، عشان اثبته في مكانه.
ايوه فانت بتتكلم ده ما ينفعش ان الراجل يعمله مع ست، ولا ينفع برضه ست تعمله مع راجل، يعني خلينا صراحة. فالافضل طبعا ان المجال طبعا وش مناسب للبنات، ولازم يدخلوا ويبقوا شطار فيه كمان، عشان الستات ما يجوش لرجاله. احيانا برضه الست بتروح لراجل مضطره، تقول لك انا مش لاقيه دكتوره علاج طبيعي شاطره. انت فاهم؟ ودي انا فاكرها سمعتها وانا في سنه اولى من دكتوره الهيستولوجي بتاعتنا، كانت بتقول ايوه. للبنات بتوع دفعتنا، بتقول لهم انا عايزاكم تبقوا شطار، لان انا كان ليا واحده قريبتي تعبانه وعايزه اوديها لدكتوره علاج طبيعي شاطره، مش لاقيه، كل ما اسال على حد يقول لي الدكتور فلان الدكتور علان، مفيش ولا دكتوره شاطره. مع ان اعداد فاهمني؟ البنات اللي في الدفعات اكبر كتير بكتير من الولاد. يعني حوالي كتير. مثلا الدفعه 60% بنات 40% شباب اصلا. ده كده كده، فانا بصراحه بوصي البنات لا، المناسب جدا ليكوا، وادخلوا وتخصصوا وركزوا واشتغلوا على نفسكم، لان انتوا دوركم مهم جدا. اتفضل يا تمام. دكتور عبد لا مش هقول رايي في الموضوع ده. لا انا عايز اسمع لا. رايك. طيب، طالما طلبت تسمعه، انا ما عنديش مانع ان بنت تشتغل في تخصص العلاج الطبيعي، لكن انا شايفه متعب بالنسبه للبنت. ده وجهه نظري. تمام. هو اصلا مرهق بدنيا بالنسبه للراجل. فلو بنت حابه تشتغل علاج طبيعي، يعني ربنا يعينها اول حاجه. لكن انا تنزل بالنسبه لك الجيم. يا عبد الله، وغير كده اصلا يعني انت مثلا بتقول لي على موضوع انه السيدات يتعالجوا عند السيدات. طب الحمد لله احنا اصلا عندنا اكتفاء من السيدات في مجال العلاج الطبيعي. انت فاهمني؟ يعني انا مش بتكلم في الموضوع من اي ناحيه غير من ناحيه انه انا شايف انه الموضوع ممكن يبقى متعب عليهم، طالما واحده هي اوريدي عارفه طبيعه شغل العلاج الطبيعي ومتصالحه معاه وما عندهاش مشاكل في الكلام ده كله، او هتمسك تخصص خفيف ما فيهوش. يعني انا من وجهه نظري شايف تخصص النساء يعني ما فيهوش اي مجهود. يعني ده المريضه هي اللي بتعمل كل المجهود، احنا بنبقى قاعدين برنس كده قاعد. باشا دي ناس رايقه، بيعملوا انتي نيتال كلاسز والدنيا حلوه، يعني انت فاهم. وكلاسات بقى والدنيا قعدة لذيذه يعني. ستات. اه قعدة ستات تخص النساء بالظبط. حلو جدا للبنات عامه. فانا ادعو البنات يا اما تخشوا تخصصات خفيفه، او على الاقل تبقوا عارفين بس كميه المجهود بحيث تتاهلوا بدنيا لده وتقووا نفسكم. تمام. يعني انا لا انسى، بس ده كان مع دكتوره اسنان على اول الشارع بتاعنا، كانت عندها عياده، فجايه تخلع ضرس المريض. هي ضعيفه مش عارفه تخلع الضرس، استنت اما جوزها يرجع من الشغل، وما اعرفش جوزها دكتور ولا لا، وهو اللي راح جاي ماسك الجهاز او البنسه اللي هم بيخلعوا بيها دي، وراح خالع ضرس الراجل. تمام. طبعا يعني مواقف زي ده الشارع كله عرف، واكيد ما حدش هيروح لها بعد كده. انت فاهمني؟ ف يعني يمكن وجهه نظري انا كعبد الله انسب تخصص البنات حاسه صيدله، حاسس ان هو ما فيهوش تعب كبير. تمام. لكن كل التخصصات وانا الطبيه قول لي يا باشا. انا من موقع هذا اوصي البنات ان هم يدخلوا علاج طبيعي ويتخصصوا في كل تخصصات العلاج الطبيعي، عشان يعفوا نساء المسلمين ان هم يجوا لنا، وان يبقى في بنات شاطرين في الاورثو عشان يكشفوا على حالات النساء اورثو، وبنات شاطرين في النيورو عشان ياخدوا حالات النساء نيورو. وفي كل تخصص بصراحه انا مفيش شايف ان حاجه دورهم للبطنه مهم في طيب؟ كل تخصص. والبطن طبعا ده كده كده. تمام. ان انا زي ما قلت لك، مش هنلاقي حد كده، انا طب انا شغل مين معايا في العياده؟ اذا كنت انا تمام. اساسا من دلوقتي ناوي مخصوص ان السيدات ليهم دكتوره في غرفه منفصله تماما لوحدهم عشان تعمل الجلسه براحتها، تيجي تقول انا لي ما متفق معاك نلاقيش في ده. مش لا مش بنات انا مش يدخلوا علاج مختلف طبيعي؟ معاك. انا مش مختلف معاك، لكن يعني دي وجهه، وخلي بالكم دي حاجه مهمه. كل واحد في الدنيا ليه وجهه نظر. يعني مش مشكله، يعني ما ينفعش ان انا مثلا دكتور احمد ليه وجهه نظر مختلفه مع وجهه نظر ان احنا نمسك في بعض ونتعارك. لا عادي، تقبل. يعني دي حاجه مهمه ان انت لازم تتقبل وجهه نظر التاني. تمام. زي ما قلت لكم برضو دلوقتي احنا قلنا ان تخصص العلاج الطبيعي مناسب للبنات وما فيهوش مشاكل، بس هي تبقى بس ايه، يعني تحاول انها تتقوى بدنيا على ده. هل في نماذج ناجحه في تخصص العلاج الطبيعي بنات؟ ايوه يا باشا، كتاب ثيرابيوتيك اكسرسايز كارولين اللي عاملاه واحده ست. بالظبط، ده اللي احنا تمام. عايزين نقوله. واللي عايز يعني ينجح احنا هينجح في عندنا الاخر. مرجع ده من يعني ما فيش دكتور علاج طبيعي ما بيعديش على المرجع ده اللي عاملاه واحده ست. الكتاب تاني بتاع ديفيد ماجي، واحده ست، ده من اقوى الكتب في الاورثوبيديك. تمام. فاحنا بنقول ان في ستات عاملين كتب ومراجع احنا بنرجع لها، فده مش معناه ان لا، يعني انا بنقول ان الست تقدر تدخل وتأدي كويس جدا في المجال ده. وفي دكاتره حتى من، يعني لو احنا مش هنتكلم على نماذج مثلا من بره مصر والكلام ده كله، لا حتى من الناس اللي او الدكاتره اللي درسونا في الجامعه كان في فعلا دكاتره متميزين. تمام. ده كده كده مع الحفظ، مع الحفاظ على حته واحده. انا مع ان الست تكون موجوده في المجال العلاج الطبيعي، ولكن انا ضد تماما الاختلاط والحاله السائده الايام دي
من فكره ان الستات والرجاله في الشغل يتصاحبوا وزمايل عمل ونقعد نهزر مع بعض في المكتب او في العياده. انا شايف ان الست ايوه اشتغلي ودورك مهم، ولكن في مكان بعيد عن خلطه الرجال تماما، عشان ابقى ايه على الحياد ما بين هنا وهنا. تمام كده، هي دي وجهه نظري ما بغيرهاش، انت عارف كده كده وجهه ايوه نظري ايوه. في شغل الست عموما عامله ازاي. تمام. بس انا بكلمك من ناحيه المجال الطبي وجودهم مهم. طب من الناحيه الثانيه، لا، تكنولوجيا. لازم يبقى في محافظه على الاداب الشرعيه في التعامل مع الرجال ايا كان. مفيش حاجه اسمها زميل عمل، مفيش حاجه اسمها زميل شغل، الكلام ده كله مرفوض يعني. تمام، خلينا نختم بقى يا دكتور احمد. احنا كده تقريبا قلنا كل حاجه لها علاقه بالتخصص. نختم بقى. خلاص كده بس يا شباب، في نهايه الفيديو ما تنسوش صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل شير بقى السلام. ولايك وسبسكرايب وكل الحاجات الحلوه دي. ابعت ان شاء الله. البودكاست لزمايلك عشان يستفيدوا. اتفضل يا دكتور. وان شاء الله انتظرونا في الحلقات الجايه باذن الله، هنتكلم عن كل تخصص بالتفصيل. لو عندكم اي سؤال عن كليه العلاج الطبيعي اكتبوا لنا تحت في الكومنتس، وان شاء الله هنرد عليهم في السلسله بتاعه الكويستشن اند انسر باذن الله. ان توفيق شاء ليكم يا الله دكاتره، بس. ونشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه على خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.